السلام عليكم يا شباب. النهارده كنا هنتكلم بخصوص موضوع مهم جدا وهو مرض السكر، وهنتكلم بخصوص انواع مرض السكر، ايه هي الاعراض بتاعته، هل هو فعلا مرض وراثي ام لا، وكل ده النهارده هنتكلم فيه. مبدئيا مرض السكر هو ارتفاع نسبه الجلوكوز في الدم، وده بينتج لسببين. السبب الاولاني ان الجسم فيه كميه سكر كبيره جدا، بس جسمك مش قادر ان هو يمتص كميه السكر ده بسبب ان انت جسمك عندك مقاومه للانسولين. السبب الثاني وهو ان نسبة السكر عندك عالية جدا بسبب ان انت ما عندكش كمية الانسولين الكافية، او جسمك ما بيفرزش كمية انسولين كافية علشان تقدر تمتص كمية السكر الكبيرة اللي في الدم. طب مبدئيا احنا عندنا اصلا نوعين اساسيين لمرض السكر، في نوع اسمه تايب 1 وفي نوع اسمه تايب 2 وفي نوع ثالث اسمه سكر واحد ونص، بس ده مش مشهور قوي، مش بيجي لناس كتير جدا. فاحنا هنخلينا في تايب 1 وتايب 2 لان هم اشهر نوعين. سكر تايب 1 هو السكر اللي بيجي دايما للاطفال والشباب بشكل كبير. طب ايه هو سكر تايب 1؟ في سكر تايب 1 اللي بيحصل ان الجسم او المناعه بتاعتك بتهاجم البنكرياس، فلما بيحصل مهاجمه للبنكرياس بعد كده البنكرياس بتاعك ما بيكونش قادر ان هو يفرز كميه الانسولين الكافيه، فبالتالي نسبه سكر الدم بتاعتك بترتفع، فده بيؤدي لان انت يجي لك مرض السكر. وهو يعني لو قلنا ان هو كوراثي او كده، يعني هو 5% بس، يعني هو بيجي ل 5% بس من الناس لو هو افترضنا ان هو وراثي. نيجي بقى للسكر النوع الثاني او سكر تايب 2. سكر تايب 2 هو بيزداد في حاله لو حد من الاب او الام بيكون عندهم سكر، فساعتها انت بتزيد احتماليه ان انت يجي لك سكر. والكلمه دي نحط تحتيها 100 خط لان احنا هنستفيد منها بعدين دلوقتي في الفيديو ده. سكر تايب 2 هو ببساطه بينتج عن مقاومه الانسولين في الجسم، لدرجه ان في بعض الاحيان بتبقى نسبه الانسولين عاليه جدا في الدم، ومع ذلك الجسم بسبب ان هو عامل مقاومه للانسولين فجسمك مش قادر ان هو يدخل لجسمك السكر اللي انت بتاخده ده. وزي ما اتفقنا طبعا يعني الجينات بيبقى ليها دور اساسي طبعا في احتماليه ان انت يجي لك سكر، بس بيكون العامل الاكبر برضو بيظل على بعض الحاجات. السمنه، التدخين، قله الحركه، كل دي بتكون هي الاسباب الرئيسيه ان انت تجيلك سكر. طب برضه نرجع لنقطه مهمه جدا، هل فعلا السكر وراثي ولا لا؟ في بعض الناس قالت ان السكر مش وراثي، وفي مدارس بتقول لك السكر وراثي، بس احنا خلينا نكون يعني حياديين اكتر. خلينا متفقين ان الجينات دي اللي بتحدد انت هيكون عندك القابليه ان يجيلك سكر او ما يجيلكش سكر، بس انت اللي بتورث المرض. انت اخرك بتورث القابليه ان انت يجيلك السكر، لكن المرض او السكر كمرض هو حاجه مش وراثيه. السكر كمرض الوراثي عندك القابليه انك يجيلك سكر ولا لا. يعني انت ممكن تحافظ اصلا على نفسك لو انت اتبعت نظام غذائي سليم، اتحركت ولعبت رياضه، بطلت تدخين، لو انت طبعا عندك نسبه السمنه عندك عاليه او كده وحاولت تاخد بالك ان انت تعالج المشكله دي، فبنسبه كبيره جدا باذن الله حتى لو انت عندك القابليه ان انت يجيلك سكر فساعتها مش هيجيلك السكر. طب السؤال بقى، لو انا مريض سكر اعمل ايه؟ هل لو انا مريض سكر ولقيت نفسي ان انا خلاص ما بمشي على رياضه وان انا خسست جسمي، هل ممكن ان انا ابطل اخد علاج سكر؟ الاجابه لا، لسبب لان مرض السكر من الامراض المزمنه، يعني هو خلاص لما بيصيبك هو للاسف هو مش بيروح بالجسم. لان خلينا متفقين ان العلاج ده اللي انت بتاخده بتاع السكر هو التلت، والتلت الثاني اكلك، والتلت الثالث في الحركه بتاعتك والنشاط بتاعك. فبالتالي ما ينفعش تاخد جزء او وتهمل جزئين، او تاخد الجزئين وتهمل جزء، الا بقى لو الدكتور بتاعك هو وصف لك حاجه او كده، ودي طبعا انا ماليش دعوه بيها، ان ده بتاعتنا ده تعليمات دكتور. فالخلاصه حاولوا طبعا يعني تحافظوا على نفسكم وتحافظوا على جسمكم وتحافظوا على صحتك اللي ربنا مديها لك، لان دي امانه انت هتتسال عنها. ما تنسوش بقى تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه، ولو اي حد يعني حابب ان هو يشترك في خدمه التدريب الاونلاين تبقى تبعتوا لي في الكومنتات. سلام.